بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. درس اليوم دلالة القرآن والسنة النبوية على الأحكام الشرعية. مثلا العين صرام زوارو ذي تنسلمت ذي الشرعيث ذي القرآن الكريم. وقيد المصدر مزور العنصر أمزوار المعنيس المفتي الإمام الحاكم القاضي. أول حاجة قيل قد يوالى الغرس القرآن ذا شو دينا ربي سبحانه عز وجل. اسمك شجع النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل يشجعيث اليمن إنايس بما تقضي بين الناس أمشي تحكم ضير يمذانا إناس بكتاب الله إناس هذو غلا سوى الله ربي أين لنا ولا سوى الله ربي إناس فإن لم تجد يموتوا في ضارة خاطر يزمر يون تفصيلي في تمثالت بالك تفضارة مفصلة ذي القرآن الكريم بعد تفكر الأمثلة. إناس فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيوة العنصر والسين صافي. العنصر مزوارو ذي القرآن الكريم، العنصر والسين ذي السنة النبوية، يعني ذين ديننا النبي عليه الصلاة والسلام إما ذي السنة القولية ذي مسلينيس نغ السنة العملية أين يخدم ثورة صليث إن النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. ظلث أماكن إثوالين ظل عثمان بن عفان ميقا يرسو هذا يخدم اللوضو يغل اللوضو سوالين أمشي طف الإناء 3 ثكال أم بعد إيميس أم بعد نزارنيس أم بعد وذميس أم بعد إلى آخره. أسمي فوق إنايس أكا إيوالاغ النبي صلى الله عليه وسلم يتغلظوا صافي تمثالاكي ذين سوالين مدن السنة عملية. ذي الحج ذي العمرة ذي الطواف ذي وفق ربي كل الجميع إن شاء الله الطواف بالبيت العتيق أنسالف ذو الطواف أنت يفذا نسا ولا أنت يفذا سي الحجر الأسود سينا لوروبير سينيك يفذا طواف ولا أنت الصحابة غيقيم دكا شحال القرون أريضا غرسا أكا غالمثل يردونيث الطواف من البداية من الحجر الأسود الحجر الأسعد. النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة يتسليم فزروا أفريكان يتسليم في الناس الدايرة أمكاني سالونكم برمو توجور ذاك خاطر يقول ورس الغاشي تسليما في الناس. لو كانوا سيخدم النبي عليه الصلاة والسلام غاس نخدم. لذلك أن عمر بن الخطاب مي قبل صازرو أشو سينا إناس يا حجر أيزرو ذي المعنى بوالة إناس والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إناس يزرو إناس حصيغ زريغ باللي شذا زرو ويثنفعض ويصدرض. لو كان روالا غارة النبي عليه الصلاة والسلام يسلم فيك وتسلم غارة فيك، يعني كان وقافا باش هذا نفهم ثاقي السنة العملية التصف كهم بعض الأدلة أن صلوا كما رأيتموني أصلي والأحاديث كثيرة. ثاقي السنة العملية فعلية. ثلاث السنة التقريرية. السنة التقريرية المعنى يسيونسي الصحابة أديني أوال نغادي يخدم يوث الخدمة النبي عليه الصلاة والسلام إما يلا يحضر نغي بضيث الخضار ونتسا
يقفل أقفلكي إما غادي لي سواوال أسيني قفلة أثنشكر مثلا دي الحديث أبي داود إميسينا إنايس أجزأتك صلاتك أصبت السنة وأجزأتك صلاتك كونفيرماسيون يعني قبلاس يفرحاس وين يخدم سيدنا عمر بن عبد العزيز عمرو بن العاص هذه الحكايه اللي ميكزول ستيموم إن سيرث وتخدم ضرا يعني الطهارة ثم قرنت وكذا الشتوى ذا سميض ولا مش يغرس دي الآية إن يا رسول الله قال الله عز وجل لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما النبي عليه الصلاة والسلام تبسم يضصى كان دايا مادام يضصى فهمن الصحابة باللي يقبل صافي أقبلكي يا إما ذيلي بالقول كحديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي داود إمسينا أصبت السنة وأجزأتك صلاتك ثقي تأكيد تقرير باللفظ سوال يا إما مثقين أنت ما شاوت عمرو بن العاص إمسينا يا رسول الله إن ربي ونقتري منون يعني سواء من غاسيني باللي أول سمع ناس ذا سميض وزميغة خدمة كذا وكذا إذا تيممت وصليت بالناس النبي عليه الصلاة والسلام تبسم يضصد والصحابة فهمت باللي كونفيرماسيون قبليت إذن وقيل المصدر الثاني في الحديث معاذ بن جبل إن ياس فأقضي بكتاب الله إنس فإن لم تجد إنس فبسنة رسول الله إنس فإن لم تجد يموت في داره أم كتفرض يرمدن أم كتحكمض إنس أجتهد رأيي ولا آلو يعني أسخذ مغلغيو أجتهد لا أدخر جهدا ولكن الاجتهاد أذيلي في إطار القرآن والسنة هذا مدخل مهم للموضوع اللي هو دلالة القرآن والسنة على الأحكام الشرعية بدأ من مسفهان المصدر مزوارو ثارقة مزوارو العنصر مزوارو ذي الشرعية ذو القرآن والسن السنة هو الاجتهاد الاجتهاد ذاكي ثورة دنوغال اللانت الآيات أولا القرآن الكريم كله ثابت قطعا يعني من حيث الثبوت فهو قطعي المعني القرآن ضرب بثي دينان ينكمال يك دليل لتعريف القرآن أدنيني هو كلام الله تعالى المعجز المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي بلسان عربي مبين كما في سورة الشعراء الآية 195 بعدين المنقول إلينا بالتواتر والتواتر يفيد القطع واليقين معنى القرآن ينزد غير في النبي صلى الله عليه وسلم أما كنت حصان منجما شوية شوية ودينزل له ضربة واحدة أكان مشاكل هاولو كان دينزل القرآن ضربة واحدة ربي يزمار يدينزل ولا في حفظان هذه النسخة 114 صورتين أو 60 حزب الطاهر ولكن ربي سبحانه عز وجل ينزل يفيد تدريجيا منجما مفرقا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا الكفار نسلو كان القرآن ينزل اونغرو ضربة واحدة انسى زعما انسى الكافر ذي الكافرة اما ينزل دون ديتاي اونغرو دائما ذي الكافر ولكنه أكا ذن شاف وربي ريسند يس كذلك يعني القرآن يفضل ربي سبحانه شويط 23 يس قسم منجم موزع
لحكم. بعد ذلك كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وذي الآية فند حكمة من حكم تنزيل القرآن منجما تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. أو ماشي داير سهلا، القرآن الكريم هذه يثبت ربي والنبي عليه الصلاة والسلام. يسعى الابتلاءات، يسعى مواجهات من الكفار من المشركين، ربي سبحانه دائما يؤيده بتثبيت قلبه. القرآن الكريم ثابت قطعا عن الله عز وجل، لكن ما إلا فهو متواتر، والتواتر يفيد القطع واليقين. إذ من حيث الثبوت القرآن يك سلاية ثمزور ثلمة تنقاوث أكن ينزل ربي سبحانه ويناد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الآن أدلوا على السنة النبوية، السنة إذ لا السنة الثابتة قطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا السنة صح 100%. فلما السلم كاين متحدث إمام مفتي أكين نادى النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أخرجه فلان وهو حديث صحيح الصحة. لذلك ذاكي يقدشن العلماء ذاكي يسعدنا غرفال إلا الأحاديث وفانتن وصحانا ذاك سنتن نبهند بلي وقيد الحديث ضعيف، وقيد الحديث موضوع، وقي خذ من العلماء قدشن دي سطاس. من هؤلاء العلماء عندنا مثلا الإمام مالك إمام دار الهجرة، والكتاب مزور دي فغندي خدمة السنة تكتبتيس كتاب الموطأ، موطأ الإمام مالك. ومن باب التذكير ابن خلدون في مقدمته في الصفحة 412 والصفحة 413 أشار إلى هذا المعنى. إناد طرق وغرفلن العلماء السنة لن تطاس إن يكتنك قوانيك طريقة الحجازية وقي كلام ابن خلدون إنك. ولكن أنوي السيد نسن أن العالم الإسلام القرآن يخذ من في السنة، يعني يقدشن في السنة، يحرفن في السنة، يدي جمع السنة على حسب تزمرتيس. إناد عالم المدينة الإمام مالك إناد وسيد الطريقة الحجازية بعد السلف. شوف كلام ابن خلدون المؤدب، إناد وسيد الطريقة الحجازية بعد السلف، وهذا أدب سامق. إناد إناد عالم المدينة الإمام مالك رضي الله عنه أغلق القوس. هذا كلام ابن خلدون، وهو يحدثنا عن ظهور علم الحديث وعن ظهور العلوم ككل، منها علم الحديث وخدام السنة. وقال الكلام الذي استمعتم إليه للويا الإمام البخاري، الإمام مسلم، الإمام أحمد بن حنبل صاحب المسند، الإمام الحاكم صاحب المستدرك، وأصحاب السنن أبي داود سنن أبي داود، وكذلك النسائي وابن ماجه وغيرهم من العلماء. إذن إلى القديش ذم قرآن. لذلك من حيث الثبوت القرآن كله قطعي، ما السنة بعضها قطعي والبعض الآخر ظني، يعني ماهوش ثابت 100%، ماهوش ثابت. يعني ذاك ديفان يعني دور العلماء في خدمة السنة. ولكن الأمر النقطة الأخرى دلالة القرآن والسنة على الأحكام. ذاك إذا يا إما تكون دلالة قطعية يا إما تكون دلالة ظنية. أشو المعنى بوال؟ الدلالة القطعية ما القرآن الكريم ينادي يثلايا واضحة دالة على معناها ولا تحتمل معنى آخر. المثال السريع القريب يعني اللي قرب الفكر الأذهان، مثلا آيات المواريث
ثفان مثلا ربي ند ولأبويه سورة النساء ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فكيتيون تبغيضك دفكيون المعنى ما يموثيون إيجاد فافاس إيجاد يماس ويسعد دريا أما ذا قشيش أما تقشيش أما أكثر إما ولا نساء شراون في تركا برغازاي ان سيزيام السدس ثفان ولأبويه لكل واحد منهما السدس يعني في 6 يعني ان سيزيام إذان. طيب هنكمل الآية فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث إما يموت رسالة الدريا إيجاد يماس إيجاد فافاس إيجاد تمطوثيس مثلا تمطوثيس تساوي 4 ضرب بدينان ويتوين تبغيض وري الزمير الذي يفهم النظام يوث الفهم يقلان يو المعنى يقلان أخاطر رسالة الدريا إيجاد تمطوثيس إيجاد فافاس إيجاد يماس إيجاد أثماثا إشقيقا نغس فافاس نغس يماس يلا ما تمطوثيس تساوي 4 أي غير السبة ينسي ضربي في القرآن أخاطر رسالة الدريا نتسا ونا يموثل إما شحال ثورث 3 الثلث انتير إن ضربي فلأمه الثلث عشان يصف غيد في 3 ذي 300 مليون هذه 100 مليون واحد. أما تمورث أما تزمورث أما إيفان أما ذا الزيت أما ذا أين عند النظ سوف غد أنت يا رسال إذا فاس أين ديقولان يوث مثليس والو خطر إلا بفاس هذا يعني في غاديني الآية في الشوفان ثيجين إذن ربي ذي سورة النساء مدينة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إذن فهذا الغال مثلا ذي المحرمات ربي إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إذن آية قطعية الدلالة ثان ربنا ذي سورة البقرة الآية 275 وأحل الله البيع وحرم الربا. إذا غنجتهد يحرم الربا الحرام معناه أما ذي الآيات الموجبات لأحكام معينة لواجبات لفرائض معينة النغ الآيات المحرمة لأمور معينة. إذن هكا يلا فرد نغال إلى الآيات عندها والسنة كيف ولا السنة إزمدنا في ذي السنة عندها الحكم واضح معنى الحديث يحتمل معنى واحدا والأدلة كثيرة في هذا الباب. مثلا في موضوع أحكام الصلاة يسكن ساعة الاجتهاد نفدل المغرب نفك 4 ركعات من 5 داين قطعي السنة غدينا ولا القرآن غدينا 3 ركعات وغدينا 3 ركعات ولا 4 ركعات نظهر العصر. ولكن السنة أماكن دلنا ذي البداية إما السنة القولية ذوال إما السنة الفعلية العملية صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن كاين دلالة السنة على الحكم الشرعي في هذه المسألة دلالة قطعية يزول 4 زاد 4 الكلمة غير دونيث ولا اجتهاد لا اجتهاد في مورد النص لا يمكن. لذلك معاذ بن جبل لما كان سامي الحديث إناس اجتهد ملمي ما ولاش دي القرآن غادي السنة دليل تفصيلي على مسألة جزئية معينة يجتهد في إطار الكتاب والسنة ما يبوتي سوا يسعى سن لجور له أجران من دا يغلظ لكن قال استقبالي ثما وقما الحمد لله ما استخسر استغفر الله ذي يسعى أجر الاجتهاد. يلا إذن النبي عليه الصلاة والسلام ذي السنة ينس السنة صنفان ثلاث السنة
دالة على الأحكام على إحكامها الشرعية دلالة قطعية لا تحتمل إلا معنى واضحا. ثلاث السنة تحتمل أكثر من معنى. أندت موافقة العلماء ذي المسائل القطعية في الكتاب والسنة قطعية ثقيوت مخلفنا راه ذا كنصل العشاء 4 ركعات إذ مكان المكرمة 4 ركعات ذي المدينة 4 ركعات ذي أستراليا 4 ركعات ذي كندا 4 ركعات يكفى وول. إما ذا مسافر عادي مسافر يسعى الشروط ينس أتسوغال القصر طورة ذوان سناث العصر سناث العشاء سناث ذايا العشاء أتمقر ذاك المغرب جمع تقديم قصرا نغ جمع تأخير قصرا سوخر المغرب الطهورة العصر إما أن تجمع ذي أول وقت الظهر نغ ذي آخر الوقت نتاع العصر عادي في كذلك التفاصيل. لذلك العلماء ذي المسائل القطعية الواردة في الكتاب والسنة ومخلفنا رأي يوم الرأي يوم بوال اتفاقهم حجة قاطعة. ذي المسائل النظام وين كاين إما دليل ظني ثبوتا ظني دلالة كما في السنة جد أو قطعي ثبوتا كما في القرآن ظني دلالة في القرآن أو في السنة سيدي بروبابيليتي كلها احتمالات. هنا يختلف العلماء سعان الحقائق مخلفا عادي فليجتهدوا كما قال معاذ بن جبل اجتهدوا رأيي ولا آلوا. ولكن شمت بعد مسائل النظام الأدوات استخداما العلماء في الاجتهاد هذا موضوع سيأتي بيانه لاحقا إن شاء الله وقدر. ونبين مع ذلك أيضا ما يسمى بأسباب اختلاف العلماء واتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. والسلام عليكم ورحمة الله.